مرة ثانية للنني ورا على طول ناحية محمد غازي تصويبة غازي وتعدي جوه الجول جول هدف أول في المباراة. الفرحة الأولى، الفرحة الغير عادية، التصويبة حلوة من محمد غازي، تصويبة جامدة قوية، اضرب ضربة قوية بقدم محمد غازي تروح في السكة وتعدي وتروح وتصل لأقدام مدافعي النمسا وتغير اتجاهها وتروح فين يا جماعة؟ في المكان الجميل في ال90 في المقص الشمال. الهدف الأول والفرحة الأولى لشباب مصر لنجوم الغد بإذن الله. أصبحت المقدمة حمراء. الهدف الثاني لشباب مصر لنجوم مصر منتخب مصر للشباب والتصويبة القوية التصويبة الجامدة بقدم محمد إبراهيم جت في ايد الحارس سامويل رادينجر وتهز الشباك عشان المنتخب المصري للشباب يسجل الهدف الثاني وهدف التعزيز في مرمى المنتخب النمساوي. 2 مصر 2 شباب مصر لا شيء المنتخب النمساوي. والهدف الثاني بقدم محمد إبراهيم في الدقيقة 59 هنا في الملاعب العالمية، هنا في مونديال كأس العالم للشباب. سجل يا تاريخ، دون يا تاريخ، هدف عالمي هنا في مونديال كأس العالم في كولومبيا 2011 والهدف بأقدام مصرية، الهدف بأقدام لاعبين مصريين متألقين. محمد صلاح والعرضية والجملة والمهارة والفكرة العالية والمهارة الغير عادية. يحيى نني محمد النني واللمسة وتوصل وتروح لقدم مين؟ محمد إبراهيم عشان يسجل الثلاثية النهاردة في مرمى منتخب النمسا. 3 منتخب مصر لا شيء منتخب النمسا. ومحمد إبراهيم النهاردة بيسجل هدفين حلوين بأقدام إبراهيم في مرمى المنتخب النمساوي. لسه بقولها يا رب يكون هاتريك النهارده لمحمد إبراهيم. ومحمد إبراهيم نجم منتخب مصر للشباب، نجم مصر بيسجل النهارده الهاتريك في مرمى المنتخب النمساوي. محمد إبراهيم اصبح هو الهداف رقم 1 في مونديال كأس العالم للشباب هنا في كولومبيا، هنا في قارة أمريكا الجنوبية. المنتخب المصري بالأربعة متفوق، بالأربعة متألق، بالأربعة النهاردة بيعملوها ويسجلوها، بيعملوها ويفرحونا، بيعملوها ويسعدونا النهاردة. المنتخب المصري